بس وهايلين وليا ماما نهي السيارة لأنه تسفيلينغ. وين رايحين بهدول؟ وين رايحين؟ الدكتور وناخد أكل. اينكوفن. ومرحبا، كيفكم؟ كيف أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير أحلى متابعين. واليوم هيك حبيت أخذكم جولة معي وأحكي لكم عن روتيني اليومي كمان. إن شاء الله هيك يا رب ينال إعجابكم. بتمنى منكم لايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل شي جديد. ليا شوي تم عم يوجع على أسنانها، عم يجعوها ما بعرف، مع إنه أنا كتير بهتم بأسنانها والحمد لله ما طلع معها شي. طلعت شوي لستة أو الأسنان التانيين عم يطلعوا، ما بعرف شلون الدكتور هيك قال يعني. فالحمد لله عدينا على الدكتور وبعدين أخذتهم ونزلت رحت معهم على الأينكوفن. بدي أجيب أغراض للبيت يعني. وشوفوا شو صار معنا. ريا روحي. طبعا ما بصير بلاها. أخذت لي شوي قهوة سريعة تو جو، كافيه تو جو. يلا تعال. لك طبعا اجيت عند ابو الخضره وحبيت هيك افرجيكم. كتير كتير خضرته حلوه وطيبه ومنيحه يعني. هو التركي بظن بيجيبوها من تركيا او هيك الخضار. النعناع، الليمون، كله شيء واو واو. اخذنا خضرتنا وكملنا رحلتنا مثل ما بقولوا. شوفوا شو عملنا. Taş gibiydi değil mi? Bitirdin adamı. Senin... Ya almamışsın Cüce, bak tuz var. Oha! الباذنجان كوسة يعني. شو ماما؟ ايه عنا ياي الليمون الأخضر نوع. أنا حبيت هاي وهاي. دونات أخذناها بالمارشميلو طيبة. إيه طيبة بالمارشميلو. ولين أخذت شوكو كرواسون وليا أخذت بغتسل. وأنا أخذت هدول كمان طيبين هدول. يلا دي امشوا تعوا. كيزي كوفن. ها؟ ايه هاد كيزي كوفن. هذا شقد طيب ياي لسه هاد دمار. هذا كويسة تلعب. كويسة شنكة. يلا دي تعوا هدول برك. وهذا فيه إيك. في دقايق. إيه دراي إيك. هلا بقلك ايش فيها هيك. امشي. طلعوا عاملين هذا شو اسمه؟ كرواسون تبع هذا شو اسمه؟ دبي شوكليت. ها عاملينها هيك بقلبها يعني مثل هيك تقريبا. هذا الخبز اللي انا باكل منه مرات. يلا تعي. هاي هي. اليوم رح اعمل ملوخيه ورز، ورحت جبت اغراض مثل ما شفتوا انتوا والولاد. مثل ما شفتوا انتوا انا والولاد رحنا جبنا شويه خضره. امبارحه سلقت الدجاج، حطيت له ورق غار وبصله وحب هال وشويه قرنفل وحب فلفل اسود. انا عامله بقناتي على اليوتيوب كيف طريقه الملوخيه، فيعني ما حبيت بصراحه يعني ارجع اعملها مره ثانيه. بس يعني هيك انا ومعكم شوي بدي ارتب شوي الخضره اللي جبتها. عنا الخضره والله كتير كويسه صايره. اولي كان صعب واحد يلاقي خضار منيحه هون، بس لا هلا كويس الحمد لله. المهم هلا بدي افضي بقى. والله جاي على بالي اعمل مخلل الخيار هيك مشتهيه. جبت خيار. لا شوف شلون بدي اعمله يا بياكلوا هيك. والله لسه ما بعرف. شوفوا ما احلى الخيار. طبعا انا الخضره ما بغسلها. بقى طالع هاد
ليش ما بغسلها؟ اذا جايبه كميات كبيره ما بغسل الخضره، لانه بدها تخرب عندي، وبحس هيك كل ما واحد طالع بيغسل. اولي كنت اغسلها تخرب بسرعه. شوفوا ما احلى الخيار، بجنن والله طالع يعني جاي. هاي الخيار رتبناه، بس الفريز بدي افضيه هون لحتى اشوف ايش فيه منه منيح وايش فيه منه مو منيح، واحطه بسله وكمان اشيله يعني. بس الحمد لله كانه ما شاء الله يعني تقريبا الاغلبيه الفريز انه كويس. وين سله الفريز؟ بحط الفريز هون هي بهالسله. المناح بشيلهم، واللي مو مناح بعملهم كوكتيل. بصراحه بناتي كتير بيحبوا. هات ندوق. والله طعمه فريز عن جد، لانه احيانا عن جد بنشتري فريز ابدا طعمه ما بيشبه الفريز. طلعوا الحبه ما احلاها ما شاء الله بتجنن. بس تعرفوا ايش شو احلى؟ لما بتكون مع الخضار ما شاء الله غير شكل. بجنن حتى عن جد طعمه طيب، ما دايما بيجي الفريز طيب هون. هلا بدي اليف الجبسه، اليفها عشان اذا قطعناها تكون نظيفه. هيك تليفه خفيفه. بس بصراحة البطيخ ما بليفه، ما بكذب عليكم. بس ما بعرف الجبسة ليش بغسلها. نغسلها ونقطعها نشوف شلون بدها تطلع الجبسة، عشان بدي احطها كمان بالبراد. ثواني بس بدي انشف ايدي. هيك نمسحها ونقول بسم الله. كل مرة جبتها كانت بهدلة، هالمرة خلونا بسم الله الرحمن الرحيم نشوف شلون رح تكون. ما بقدر اجيبها كبيرة تخرب وما بتضل. يا عيني مبينة كويسة. لا كويسة. اللي ما فيها بزر ما بحب كتير فيها بزر. دقيقة ادوق. دقيقة. قطر بتجنن. هلا هيك بضبها بالبراد، لانه بس عم بحط لها الفوليان صعب عم بتشر وما بعرف شلون عم تصير، فهيك بفضل انا احسن. هلا هي بحاول ممتاز. شوفوا هون شوي هذا الطرف مو منيح. تعالوا يلا خذوا كلوا. حطيت لكم كل وحده بصحنه. هات المسا بحطه مشان هلا خليني اغسل. امسح هون. هلا بدي افرجيكم كيف بدي اعمل الهي. اللهم صل على النبي. الملوخيه كمان. هلا اللي بيشوفنا بيقولوا هدول مش بيجيبوا بالقطعه او بيجيبوا بال200 جرام، لانه ما بناكل كتير. والله يا سلام شموني. الله على هالبطيخه ما احلاها، بتشهي القلب. شوفوا يا عيني يا عيني. وقفوا ندوق الطعم. هلا احيانا بيكونوا والله العظيم مثل الكوسه طعمهم ما لها طعمه، بس هلا انا ببقى لكم اذا طعمها حلو ولا لا. دقيقة. هذا اطيب نوع بطيخ والله العظيم. قطر. اللي عايش بألمانيا بنصحه يشتري هذا البطيخ افضل. انا هيك برتب خضرتي، اولي كلها اغسلها وامسحها واحطها بالبراد كلها تخرب، بس هيك طلعت على النت قالوا لا لازم. والبطيخه حطيتها هون. هدول الكياس اللي لا استغني عنهم ابدا طبعا. ايه خلاص. ها سكرها. تعالوا ندوق. انا كله بحبه بلا عجب، ما بعرف ليش ماني متعوده. في الجو. هلا هاي الفاصوليا الخضراء بقطعها بهالشكل وبحطها فورا بالفريزر وخلاص، ما بصير لها ولا شيء، لا بفور عليها مي ولا شيء. اللي
فيها. كان نفسي أهرب من كلامهم، خفت أمشي لا ياخدوا بالهم، ولو مشيت هيبان عليا، وأخاف لضعفي يبان في عيني، يا أرض انشقي وابلعيني قبل ما يبان اللي بيا. جابوا سيرته في وسط موضوع، قلت أسمع، قلت يمكن أحن تاني ويمكن أرجع، والكلام جه في بعضه فجأة بدأت أركز، قالوا عايش عادي، قالوا كلامي نرفز. هاد ازاز بحطهم هيك، هدول بحطهم هون تعرفوا ليش؟ وما بصير لهم الحمد لله ولا شيء، بس مثل ما علمتكم بالحلقات السابقة شوكة شهر بيضل ما بيصير له ولا اي شيء، ضل اخضر النعناع وفرشة. طبعا نغطيه خطوة بخطوة هيك، غطيه وعقلي له روح شهر بس. انتي طبعا كل اسبوع بتعملي له كنترول، مثلا يعني بتعملي هيك على كم وحدة عادي. البقدونس نفس الشيء، بنحطه بكيس وبنحط فيه كمان شوكة. ليش يا حذركن؟ عشان ما يخرب. هلا النواشف هي بجيبها للبنات كتير بحبوها، فريش كيزة، بس انا جبتها شوفوا 1%، يعني 30 جرام فيها 26 كالوري بس. كتير كتير منيحة هي للفطور، ممتازة مع هي، مع هذا الخبز. هذا الخبز فيه 62 جرام كل وحدة حبة. طبعا هي 1000 كالوري، او اذا مو 5000. شوفوا لي على المنظر، والله يعني الانسان ما بيشتهي هيك شي. والله شي طيب يا الله، مارشميلو على ليلة على الوان حلوة. تفرج تعالوا كأنه لوحة فنية. هي لليولين. صح ما باكل، بس حصريا لازم يكون عندي شوكولا بالبيت مشان رفقاتي. الفاصوليا الخضراء ما احلاها، بس بما انه هلا ما بدي اطبخها هالفتره بدي اقطعها واحطها بالفريزر، بس بدي بطالعه بطبخها كتير طيبه. والله الملوخيه كتير منيحه. جبت ملوخيه ما بعرف ايش اسمها الماركه مشان ما اظلم حدا، كانت مسوسه، ما بعرف اول مره بصير معي هيك. بس هي الملوخيه ريحتها بتجنن. ملوخيه الدره انا ما بستخدم غيرها هاي، يعني مرات باخد السعادة حلوة كمان، والدرة هاي هاي الدرة كتير ريحتها قبل ما تطبخيها ونظيفة ما فيها وسخ. يعني نقيتها دور بيني وبينكم، عرفتوا؟ نقيتها دور وهلا عم باخدها دور تاني، يعني هيك بحاول اطالع منها ما في، والله نظيفة عم تضوي ضوي. هلا انا اول شي بنقيها، على اللي ما شافوا الفيديو اللي قبله اللي انا عاملة فيه ملوخية، وبعد ما بنقيها بغسلها بمي باردة مو مي سخنة، وما بعصرها، بحطها بمصفاي او هيك بنخليها تتنشف لحالها تتصفى. ايه بمصفاي. ليش؟ لانه مشان ما تتكسر الورقة. انا هيك بحب الورقة تكون على حالها، يعني ما بحب الورقة تتكسر. عرفتوا كيف؟ ايه. وبعدين بقليها، انا كتير بقليها وكتير بتاخد معي تقلي. ما بعرف العالم هيك شلون بتحطها تقليها دورين وبس، انا ما بعرف. انا هلا بشوي طبعا مديتها على كيس ونقيتها ما فيها شي، بس هيك عم بطلع. مرات الانسان عينه ما بتشوف يعني. ايه بس ها شوفوا نظيفة عم تضوي ما فيها شي. تفرجوا. هلا بقى على التقلاي، على الغسيل وبعدين على التقلاي. هلا بحط شوية زيت، لا مو شوي كتير، انا ما بحب زيت قليل بصراحة. بحط زيت وسمنة وبقلي كل وجبة بوجبتها. انا ما بحسن احطها بطنجرة كبيرة فرد مرة واقلي، كتير صعب، ما بعرف شلون بيعملوه.
بس انا هيك طريقتي، انا لازم حصريا تكون هذا وجبة بوجبته، وكل وجبة 20 دقيقة بتاكل معي والله بصراحة. خليها لتحمى. وهلا هيك قنينة مي باردة لعيونكم نشربها. يا سلام شو طيبة، ان شاء الله تنفتح بس. هلا هيك هي، شوفوا انا ما بعصرها عشان ما تتكسر، بعيدها هيك لحالها تنشف وبزتها هيك. ربع معلقة لكل وجبة هيك بس. عشان ايش؟ عشان ما تلزق. هلا اول اشي بقلبها هيك، شايفين؟ هلا لبين ما تتقلى انا بدي اروح اساوي. هلا خليني اطفي الضوء. بدي اروح اصفي الدجاج وبدي اقطعه واجهزه، ومشان لما تنقلى يعني يكونوا جاهزين سوا بصراحة. هلا انا امي لهلا هي ناشفة بصراحة مرات، او بترش عليها مي، تقول هيك انا متعودة. بس اللي بيحطوها بطنجرة كلها وبيقلوها، كم المدة بتاكل معكم؟ يعني هيك بشوف فورا بيقلوها وبيحطوا فوق الدجاج. علموني على هالطريقة كم مدة اللي بتاكل معكم، لأنه بالتصوير ما بيبين. هلا أنا أحيانا بحط هذا بكويلة بعدين توم، أحيانا بكويلة بالأول توم وبعدين توم، حسب مرائي بصراحة. شوفوا هيك صارت معي عضة، صار زهري. هي تحميصتي، ما بعرف على الكاميرا ما عم تطلع كتير هيك مثل اللون المحمص الحلو. على الحقيقة أحلى. شوفوا تحمصت أكتر، يعني بعيفها شي 15-20 دقيقة على نار واطية هيك تتهدى لحالها. هلا هون عندي توم، حط له شوية زيت عشان تتقلى التوم مع كزبرة، واطب عليها كل شيء قليته. طبعا بدي ارجع اضيف له ثوم بعدين، لانه انا ما بحب الثوم يغمق كثير. هلا بحط لها كزبره خشنه، معلقه كبيره، لانه هي بتحب الثوم والكزبره. وبس بحط لها شويه زبده لتعطي طعمه اطيب. يا عيني يا عيني، حتى تتقلى كتير منيح. طبعا ما بنتركها تحترق. شوفوا اعمل لكم زوم عشان تشوفوا هيك تقريبا تمام. هلا كل وجبة الملوخية بقليها بضيفها هون، شفتوا؟ وبقلبها كل وجبة بساويها، بقلبها تقليبة هون هيك حتى كلها تتقلى معي، كل الملوخية. هلا نحط الوجبة الثانية. شفتوا شلون؟ تكون ناشفة بس ما هي مكسرة، ممتازة. وما ننسى الملح الليمون هيك بس شوي نحط لها ومنقلب. وهلا هون بنكون صفينا مرقة الدجاج. أنا عندي بقناتي طريقة تحضيرها يعني بأدق التفاصيل، عملت لكم فيديو، بس هيك كمان حبيت أشارككم شو بعمل باليوم كل يوم بيومه. فهلأ ضفت الدجاج وفوقه رشة فلفل أسود وجنبه رز أبيض مفلفل. طبعا أنا أول يوم ما بحب جنبه رز، بعمل تاني يوم رز. وإن شاء الله هيك يا رب تنال إعجابكم. بتمنى منكم اللايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل شي جديد حبايبي. ولا تنسوا رشة الفلفل. وإن شاء الله بشوفكم على خير، وباي باي.